وفيه قصيد قوي لا شك أن القبائل دفعت الجزية والزكاة على القرى والهجار، وحكم محمد بن هادي حكم قوي يعد من الحكام. ابن عريعر حماي بيض الحباري اللي حكم الشرقية في الحساء، من يابرين حق الرملة الى والشريف اللي حكم الحجاز، وبن قرملة حاكم نجد لأنه بدو يشد وينزل، ولا الحكام الباجين له مقصور، وبن رشيد وبن الله الله. ومحمد بن هادي قوي، ومن قصيده القوي اللي يمنه يقول اللي لابت إن لقلت للخير رده، ترايع ولا الهوش مثل الجمالي، وفعولنا بضد كل يعده، بعدها الأول النسل التوالي، وأنا الربعي محب الوده وروف عليهم مروف مال عيالي، أتبع مصالحهم بلين والشده وكسربهم عضب الحريب الموالي. وهي طويلة. يوم جاء عند الإمام يوم قاموا الشيوخ قالوا حنا بنسوي بنفعل وحنا بنسوي يا مذبح يا مسهجوا آل العواء آل شنان آل سعد شهجوا وجه الإمام وذبحوا امرأخاتهم في وجه الإمام، يجي من باللبدة عند اشجارات من بانهم في الحد. تغضب الحاكم محمد بن هادي ماسك النجد على عصر الإمام فيصل بن تركي، لازم عليه وأعلن الغضب، وقامت القبائل تجي اللي بخيل واللي بجيش، ولازم محمد بن هادي وهو عند حول المشاجيج ويشد ويعلن الشديد ويرسل لابن عبود ويلزم ابن عبود ويجلع، ولا ابن حشر على البخرة حول النساح، ويلزم ابن حشر هو قريب من الإمام يحبه الإمام ويقدره، هو حبيب الله وقد حارب أبوه ابن حشر، قد حارب مع أبو الإمام ذا مع أبوه كيف فيصل تركي، والرجال ذا مع أخوي له يعني خاص. لازموا عليه الرجل وتقاربت القبائل، ولازموا الحشر وانقسموا قسمين قاعد وقسمين نطح محمد بن هادي، ويشد محمد بن هادي لين جاء على جو، وتكون ترجد القبائل، ويلزم انت يا بن عبود وينزل على البخراء، ويلزمون الجحاد ويقوم بعضهم يسحب بعض يرجدون. قال ابن حشر قال الإمام فيصل، فابن فيصل مجهز له عرب امطير وسباعة وعتابة والسهول والحروب واللي معه جميع القبائل معه، بغزو محمد بن هادي بخافره لأنها ساهجة وجهها مدري غضبان، والقبائل توقد، وذا الشيوخ مغالي هابدون نبى نسوي نبى نفعل وخف لانا المهم مثلك عارف. لازم عليه ابن حشر قال وش رايك يا لونه ولد عمك يا ابن حشر؟ قال والله الرجال ما جاء الا مسك الماء الحلو وجاء في ظهر الجبل، الدكاك بينكم وبينه ما يمدي خيلكم تجونه تجيه لقته هلجت وقته فحمه وانتم في سناد وهو في رفا. وابن عبود المهم اصطكوا العرب من عند المشاعلة الهجرة اللي شمال الجو لين تجبر على السن الساح مثل القوس مطبجين العارض. لازم الإمام وعطى الأمر لابن جازوة اللي عنده قال من القبيلة اللي بيتحول الأولى شاثر المهم كان القبائل كانها بغت تهون. الله الله. لازمت عليه العربان ولازم ابن حشر وقال العرب الله الله كان العرب جاء فيهم خته، وابن حشر يساوي الأمور والله الله. المهم دار محمد بن هادي بنقطة الضعف وهو شاحم ربع يعني كان للقبائل ترى خرخات، والإمام دارنا القبائل بعضها مو بثقة، قال من اللي بيحول الأول بيدفع الأول، أما أنتم عتيبة ولا سبيع ولا مطير. الله الله. ويلزم محمد بن هادي كل من جاه من حاج ولا من طرق ولا شيء يقطعوه أتلو خبره، إلا الحجاج خلاهم وقالوا وش عينتم يوم جو الإمام. قد نزل محمد بن هادي على جو واصطكوا لين جو نساح، قال عينا الجحادر أولهم على جو وتلاهم من وراء عرق سبيع يمشوا، ثم لا والله يوم جاء العرب بعد زود هابة. لازم عليه محمد بن هادي ويهجده العبد اللي مرسله بن حشر، قال تعال تو ما جت فرصة تعلمه ولا وعلى الإمام إلا محمد بن هادي جايح بالحرقة ونايف، ولا القبائل ذا اللي تهابد يا طول العمر يوم دخل العبد يا الإمام يا الإمام قال نعم. ولا الإمام فيصل عنده ابن فضلية الحربي شوير وشيخ في خير شيخ دين، يا الإمام يا الإمام قالوا وش العلم؟ قال محمد بن هادي قال هالمجلس اللي عند الإمام من كل شيوخ القبائل لا والله يوم ضربهم ربي بالهبوة ما عاد ولا واحد انتحاكى. يلزم عليه قال لا يدخل، ويقوم ابن حشر وينطحه، وابن حشر هو اللي مضبط الوضع ويدخل على الإمام قال هذا ابن هادي جاي يسلم. الله الله.
يدخل عليه أنت يا محمد بن هادي ما معه إلا اثنين. العرب يحسبون محمد بن هادي محضر بالجحاذ القده الدرعية. قال الله لا يسلمك، أنت عود مخرف، أنت عود مخرف. الله ويلزم محمد بن هادي يسلم عليه ويعطيه مرود العذر اللي والله ما سمعناه. وقال ما أنا معي الحرقة ونايف، الحرقة ونايف الطنابها في لجد مع محمد بن هادي، قد طلبها رئيس الدولة العثمانية. قال لاني بقابلك ولا بسلامك ولا بهدوك. لازم عليه الرجال وجلس. وعقب ان استاذن له بقصيده وهلها قال يلا يا ميشي ميزون طهايف افرج لي منه ما يجي درب منقود. قصيدة قويته فيها تحدي. قال يلا يا ميشي ميزون طهايف، يلا يا ميشي ميزون طهايف افرج لي منه ما يجي درب منقود. اديت الحرقه واعطيت نايف وردوا على الهدو ما يبغى له ردود. نايف اللي قاعد يمل وصايف، نايف اللي قاعد يمل وصايف منفله ربي على الخيل به زود. ابوه سباق الخيل الطوايف، امه ثمنها 9000 منقود. للاب تنتروي حدود الرهايف، شوف كيف عد ربعه. للاب تنتروي حدود الرهايف ما تحوي الا عقب طارد ومطرود. للاب تنتروي حدود الرهايف ما تحوي الا عقب طارد ومطرود. للاب تنتروي حدود الرهايف ما تحوي الا عقب طارد ومطرود. حنا على ضدك مثل الجبال النوايف، ولا تحسبنا لك مثل عنيب ومسعود. ما نشتحم من حرب كل الطوائف، ما نشتحم من حرب كل الطوائف. ولا بدا لازمك حنا لك جنود، يعني من القبائل اللي جمعتها. ما نشتحم من حرب كل الطوائف ولا بدا لازمك حنا لك جنود. يا شيخ لا تسمع حروج الحفايف واخذ جابت يا منقع الطيب والجود. العتيبي مورا كشب، العتيبي مورا كشب خايف ما يحدرك وديابراله القود. يعلمه بالعلوم يجهر بها محمد بن هادي عند الإمام بسواته في القبائل. العتيبي مورا كشب خايف ما يحدرك وديابراله القود. والمطير شدته من خشوم الردايف أدنى منازله حنيظل وبدود. للابته ما جمعوا بالعلايف من ناس القحطان وتعزى على هود. لازم ذا القبائل اللي لها قرقرة من ذا الأيام وهو يضربها ربي بالهبوة. درى الإمام بقوة محمد بن هادي، ومحمد بن هادي شيخ، وأبوه هادي بن قرملة اللي حارب مع الإمام تركي وأبو الإمام فيصل في الدولة السعودية الأولى بقوة. قالوا وش معنى قصيدته يا ابن فضلية؟ قال يقول البيت الأخير اللي ربع ما جمعوا بالعلايف من ناس القحطان وتعزى على هود، انه يعني رابع ما جمع بالرواتب بالغنايم مثل القبائل اللي معنا والجيش. رابع على راسه الله الله. لازم الإمام وكانه خذ له يوم ونص وكذا. وعقبنا قال بنخافركم وعطى الأوامر مثلك عارف. يا مصطك في المجلس في الليل ولا شيوخ ذي القبائل قالوا وش كانكم ما تحكون يا راح محمد بن هادي عند بن حجر؟ وش كانكم ما تحكون يا أمراء يا في الريس؟ ترى محمد بن هادي تراه فارس، ترى شيخ عرب. الله الله. وانتم في الريس ولكم عزاوي. يوم جاء في الليل ولا محمد بن هادي قال عندي مداعبه يا الا قال عندي، قال واحد عندي مداعبه يبي يداعب محمد بن هادي. قال محمد بن هادي يوم خلص ذاك مداعبته في عقب الرد على الامام قال انا عندي بيتين، قال عطنا اياها. محمد بن هادي كلامه صخر. قال بعض المشايخ يجبرني على لطم خده، يعني يصفقه. لأن محمد بن هادي داري ذا المشايخ وذا في الرئيس وشيوخ ذي القبل مهايطين ومطاجعين لهم اياه. قال بعض المشايخ يجبرني على لطم خده، لونه هوين عنده، يعني لونه يتهاون بي، لونه هوين عنده صرت غالي. بعض المشايخ يجبرني على لطم خده، لونه هوين عنده صرت غالي. صلى لدور له ولا رمس جده، والشيخ الآخر في مربى التوالي. ابن حميد كدر رمل خده خلوه ربعي في مداسه العيالي. نجد خذيته من حده لحده واكتفي علىها من غبون الليالي. للابت لقت للخير رده ترايع وللهوش مثل اجمالي. وفعولنا بضد كل بعده الاول الناس التوالي. وفعولنا بضد كل بعده داري ان علومه بتروح. وفعولنا بضد كل بعده الاول الناس للتوالي. وانا الربع محب الوده اروف عليهم مروف العيال اتبع مصالحهم باللين والشده واكسر بهم عضب الحريب الموالي. اما من طرف الخيل وما الخيل فمعروف ان اللي حاضر يطلع عمر هيمن وعلى نجد من العرض الى الحره من الشمال اللي من فرعه الجحر والخواشد اللي مفوقته اللي الدير اللي ما بعد جيناها الا مسافي الواد الرمه. اللي ابن هادي طال عمرك من عبر بجزيه
ومن نزل باستئذان ويسوق القود، وكل اهل نخيل وكل اهل ديرة طال عمرك عليهم زكيه. وهذه كم تمه وش السالفه؟ سالفه هذه هو يوم يقول نتحدث بالاتحاد. انا بعلمك اول شيء بسالفه الخيل. اول الخيل يطل العمر، يوم يطل العمر جاء الطراد في تين، وجاء في نجد يطل العمر ولا هنا خيل طال عمرك. الخيل اللي جايت الجحادر من هي منه يوم قبل محمد بن هادي يظهر طال عمرك اول ما حول الجحادر على اثار العماج وملكه ودات الدوله السعوديه الثانيه. فاستعزوا الجحادر بخيل جايهم يطل العمر من شيء يطل العمر داخلين الدوله السعوديه الثانيه، قايد الجيوش السعوديه كلها هذه بنقرمه، والعرب كلهم يطل العمر صربهم الجحادر وداخلين في الدين وطاغين، ومعهم يطل العمر اصيل وفرس طال عمرك محينه، وكل يطل عمر اخذوا طال عمرك من الشمال انغزوا وحدروا فوق يطل العمر كله من معين، وكسبين من العراق وكسبين يطل العمر من الشمال وكسبين الدوله السعوديه الثانيه محمد بن سعود قدمت لين اخذ نص الاردن وخذ البريمي، حاطين عليها بن عفاصان العايد البريمي على البريمي حق الامارات ماسكها. ويوم طاحت الدوله السعوديه الثانيه طال عمرك وقعدت الباديه، فاكثر الاصايل من خيل ومن جيش ومن خيل بالاصل مع الجحادر ومع محمد اللي يخص بهم من العاصم ومن السعد ومن الروق ومن الخنافر ومن السحمه، كلهم معه مربط. حتى العجوز يطلع العمر لقطه اللي مذبح الرجل ولا عوالها طال عمرك قد معها مربط. لازم عليه طال عمرك محمد بن هادي يوم ظهروا الجحادر طال عمرك في عربوا طال عمرك ذا الاصايل اللي عينوا من ابوانهم وجدانهم على راس محمد بن هادي. افهم ببساطه على نجد ان يمين ويسار من جاكم من العرض مسند يطل العمر ما فال كفاله، ومن حول من بين الأضم وكلمه من دون عشارة العمر ما فال كفاله، والشريف مكسور من ذا القبائل من كسرة في تين الكسيرة اللي ما يحتاج. استعزوا العرب لازم الشريف يطل العمر وذبح الشريف الأول، وجاء عقبه علي، وجاء علي ويوسف، وجاء عقب علي يطل العمر ولد أخوه سلطان الشريف. لازم سلطان الشريف ويوم جوه الترك العثمانيين عقب راحوا صوب محمد بن هادي قالوا لعن بكم ذا الرجال ذا اللي حادنا الحجاز من عند هضابه السود والحمر، ما يحول من حضن طال عمرك من تعدى حضن فقد انجد الا طال عمرك مواجهين محمد بن هادي وقد علمه عنده، ومن ظهر من طرة العارض دون مع الجد ذا ولا من عند بنبان ولا مع فرعة بالعوم ونساح وجايك منا، علمه عند محمد بن هادي. تراكمت يطل عمر ذا القبائل وعقب الرد الخبر يطل عمر من بن رشيد لما المهم مثل المراخات يمزبن ومحمد بن هادي طال عمرك وفتكهم من بن رشيد وبن صباح والدويش وبن حذري، اربع قبائل يم يعرض يم اللي باللبده يم يقولوا رعي شق حمراء خبان علوه والخيام، علوه اللي هو الدويش وفخوذه اللي مع منطير، والخيام خيام بن رشيد رعي شق حمراء خبان علوه والخيام، وراي بصبي الجحادر والصلح ما جاله كلام. الله الله يوم ردت له بريتش بن صباح قال هذا الجحادر اللي كسروا شريف قال نعم. الله الله قال هذا خطأ، هذا ما ادري لو انه كلمه ابن عريري اللي يقول خطرا علي وخطرا على ابو صباح وخطرا على المنتفج. لازموا عليه الرجل طال عمرك، ويوم جو طال عمرك الترك قالوا حنا يا سلطان الشريف يا انت يا حاكم مكه ذا الحجاز حنا بنحول على ذا البدوي بنستشرك وبنشوف وش عنده. لازموا عليه طال عمر الرجل ونوخوا على محمد بن هادي يبون يشوفون ذا العرب ذا اللي ماسكين القوه. ويوم جو محمد بن هادي طال عمرك ثم محمد بن هادي لا طفن بهم رحبهم الشيخ من دونه يطل العمر. وش محل محمد بن هادي 4 بيوت طال عمرك 2 مقرة جميعة و2 تكرم من قدم مقرنات جميعة 4 تسبك جميعة. اللي يدريك يطل عمر الا يطل عمر 48 عمود مشرق البيت والمعاميل والدنيا الا انه يبدو يشد وينزل هنا حاسبين يشد وينزل. يوم جوه يطل عمر مستسرجين يطل عمر ثم لاقى القضيع اللي باللبده نظرنا على خطر قبتي هذا الكلمه انا قد طقت ذني كم من مره. يقولون اول ما حولوا طعم كذا المستشرجين مستقبلينهم يطلع عمره الروق المكابس والمحاذره ولا ملهبت ولا ابو شبرين ولا ابو غرابين ولا الله الروق الخيل. قال هذا منهم قال هذا بيت هذه عائله محول على مقاطر الروق طال عمرك ثم هنا على 20 على 18 على 14. ويوم ظهروا المشارجة المستشرجين ظهروا حول 8 معهم جهني ومعهم سلمي. الجهني يطلع عمر كان هي دليله والسلمي طال عمرك كان هي الله مترجم لهم. يوم ظهروا طال عمرك الرجل ثم هنا الدنيا نمرنا ويش ظهر قال هذا حمايل. ويوم ظهروا طال عمرك على ابو الضرس اللي من عند دهامه
من وراء ذا الحين من عند العويند والسحاميات، ثم الذي طال عمرك مرابط العاصم، هذا ويشهم؟ قال هذا يبي لك الله يعلمونهم لمحمد بن هادي معلمهم. قال عرضوا الخيل ويلزمون عليه يطل عمر ويجونك يطل عمر المهم يام عرض اول ذا العرباء كل منهم يمشوا المستشرقين ضرب الحين طارين نجد يجيبون محمد بن هادي هنا اياه حول المجذب، ويوم جوه يطل العمر قالوا يا سلموا وكرمهم يطل العمر ولبابهم. ما الكرم مو عند الامير، يكرمهم ادنى واحد طال عمرك كرامه مثل فا والعقال عنده. ومحمد بن هادي متعلم يقرا كره يقرا يكتب يعرف فيه دين ويعرف، لازم عليه طال عمرك ورحب بهم وهلاهم. قالوا ذا الحين انت الامير؟ قال لا ما بعد جيتوا الامير، هم عنده بن جراد الامير عنه ذاك. الله لا يمدر بل ذاك الدربيل. قال هذيك جبل ولا بيت؟ قال لا هذا بيت. قال فما قد رأيته من جزع من وراء القدس يطل عمره سوريا لين جهنيه، ما بعد رأيت مثل ذا البيت، يحسبه معبد اللي يدري كنه بعد كاتب. لازم عليه الرجل طال عمرك ويا معاين وطال عمرك، ثم لهنا كثر الجيش وكثر الخيل وللوادي يطل عمر الزكي اللي تجي من الرانيه والخرمه خاشرين حنا مع الشريف من هالسهم الدرع اللي بيعه هنا قريب. يجي طال عمرك 200 بعير، هذه طال عمرك التمر يطلع عمر من انواعه الوادم والحشف والتمر طال عمرك اللي منقسته الطيور ولا شيء مثل الحشف ذا ينقله على 80 بعير للخيل للمهار والفلا والصايل، ما تقيض الا على تمر طال عمرك بدبس يطلع عمره وحليب العشاير. عنايه، تعرف عنايه؟ ويوم ظهروا طال عمرك على القضيع باللبده يحلفون بالله يلي عنده طال عمرك انها 82 مكعكعه مغر تراود. ويوم ظهروا طال عمرك على بن حشر، ثم عنده يطلع عمره يجي 70 مكعكعه. ويوم ظهروا على بن مدوخ، ويوم ظهروا على بن بخان، ويوم ظهروا على بن شدي، ويوم ظهروا على بن سلمى، ويوم ظهروا على لازم ذا العربان ويقوم من يطلع عمره يتفكرون ويش ضاله. قال هذا ما غير رجال وعوال، هذا رجال وعواله. قال انتم ذا الحين في مرتعكم في نجد ذا انتم هم عليكم البل ولا هم عليكم الخيل؟ قال البل تهمنا تغذينا وتغذي الخيل. قال وش الخيل ذي؟ قاموا يشدون من الخيل والحصن. لازم عليه محمد بن هادي وكرمهم الكرامة الثانية، دروا انهم وصلوا الامير. ويوم كرمهم محمد بن هادي قال حنا بنحط لكم عرض مثل العرض الله مثل مع النهار، ويلزمون يطلع عمري عرضه مثل عرض بسيطه. ابن عبود قد ارسل محمد بن هادي مرسول هنا من حول برقل وهط من دون المهمل الله. ولا ذا العربان مستتبه ولا هم يمياطون العرب ذا اللي في طرف الديرة ولا شيء مستاذنين، حرب معنزين ومطير معنزين وعتابة ظلم معنزين وظلم معنزين وكل معنز كل معروف وكل له سيمه الله. ويوم ظهروا لهم طال عمرك مع ذاك الفقر عقب ما تغدوا عند محمد بن هادي وداجبهم. قالوا يا محمد بن هادي ذا الحين الخيل ذي ويشي؟ قال الخيل ذي ننقل من الدم الطيب ونحرقه بالدم الطيب، هنا خيل ما يركب عليها ولا احنا في حاجتها، ما غير حقة الشباي للصايل. تفكروا في شيء ما بعد روه لا بخلجتها ولا بزينها. ويوم ظهروا مع ذاك الفقر ثم لهنا رعاية خلط. قال هذه ويشي؟ قال هذه مثل الزكاوي والجزي، ما يقعد لا فجير ولا يقعد من الجحادر ولا من حوطهم ولا مرة تنعانس ولا الا ما لها طال عمرك حق في ذا الزكي وذا الجزي. فجيري ما في فجير، التمر يجيك والبر يجيك والطحين الرز يجيك والشعير يجيك والسمن يجيك وكل شيء يجيك، والحلال طال عمرك يجاك مدبى. كل يطلع عمره ياخذ الجريع ويتعايبونه. ذا اللي بله فيها من الجزية ولا الزكاة ذي يتعايبونه، هلا كان ابل كاسبها طال عمرك بفعل. لازموا عليه الرجل طال عمرك ويوم اصبحوا طال عمرك ويقهوونهم. قالوا هذه مثل سلمية النجد. قالوا يا محمد ما بنت لك مسجد؟ يعني تفكروا في شيء عادي ان الرجال ذا الحاسم ذا اللي ما سكن من حده لا بنى له مسجد ولا حط له منبر ولا حط له يطلع عمر ذي ولا تيك، ما بل بير طال عمرك على محال وطرش وخيل طال عمرك تصاهروا وطروش طال عمرك الجرع بالحنين. يوم اصبحوا يطلع عمر في قامه تعرض البل. اعوذ بالله العرب ما هم بصوب البل. قالوا هذا اللي صار. يوم عاينوا طال عمرك ثم لهنا صايل من الخيل والمهار والفلا طال عمرك، ثم الفلا طال عمرك يعدلها طال عمرك حول 80 عشرة 70 عشرة تحلى بالها. قالوا ليه؟ قالوا ما نخليها تشرب الماء، عيشتها حليب مصغر وحليب عشرة وعلى تمر طال عمرك يقطر دبسه وعلى عشب. افتفكروا يطلع عمر في ذا التقدير لها وذا الدبره
ويا ما اصبح يا طول عمره اليوم الثاني في عرضه، اول ما يعرض السحمه على راس رعى الهجل العماج في عرضه طال عمرك هال عاطف على راس ابن سعدان، هالعرضه وشوبه مغرب الخيل مقرن تولي طال عمرك مجوخات تولي يقول ما جت مغرى على سربه قال هذا ويشو؟ قال ابدا يوم قطعت والوادي الفلاني، يعني يوم حولوا من صوب المدينه منا من صوب دخلته منا لين تجوم ممشى 14 يوم وكل شوي والمستشر قضى الاتراك ضاله يعرفون عربي يعرفون جاهم عزمي بن عبود وبن حاشر والروق وجاهم عزمي الخنافر والعاط المهم ويقوموا يعرضون ذا العربه مغرب سلاح ومغرب ثياب من بيضو ويعرضون الروق على راس ابن حشافان ويعرضون يطل عمره العاصم ويعرضون يطل عمره ال سعد على راس ابن لبده ويعرضون يطل عمر المشاعلة على راسه والله اني ما اعلم اللي على راس المشاعلة ذاك الحين غير ذني يطلع عمر انه ابنه ولا هو بن محي ما ادري من هو. ويعرضون يطل العمر يوم يعرضوا طال عمرك هجوم كل خنافر دابسينها حاطين مع الخيل على راس بن مزح من الخنافر يقولون العرض بغير علم يا هو ضاله طال عمرك جايبين لهم 280 والله ثم والله ان شاء الله ان شاء الله ما زودها من عندي ولا من حاجه. ويام شافوا محمد بن هادي طال عمرك ذا الشيخ ثم الرياجيل اللي عرضوا كل لابس له غتره واللي عاصب راسه ثم لما عرضوا ضاله طال عمرك ثم لما بل طال عمرك قشعين سود ولا طال عمرك يهوبلوا ثم له نمهار ثم لهم صفينه العمر 80 صفراء و80 شقراء و80 سحله مرتبينها باللون وفقوم يطوشون العمر في الامقامه العمر تظهر خيله العمر في الزمن محمد بن هادي قد عرضوا ربعه كلهم قد متطوش من ضحى ويام شاف ذا المهبل ذا اللي ما عليهم لقطر ما بالقشعين سود العرب ضاله اللي بغتر واللي متحزمن واللي العرب ضاله مختلفين جايب لهم بثياب طال عمرك مغرقع وقشعين سود يام عرضوا طال عمرك كلما في دوامه محمد بن هادي فاختلفوا المشارج الضاله ما يدرون الرجال ذا وش جاه وياخذ سيف محمد بن هادي وهو يرجف وسطهم خنافر حر مشابه كان فرقوا في اللقام من ربع نظمادي خنافر تشينيس شن سورابه تلون اللي يمير بن مزحم والشيخ بن هادي خنافر حر مشابه كان فرقوا في اللقام من ربع نظمادي خنافر تشينيس شن سورابه تلون اللي يمير بن مزحم والشيخ بن هادي ارزف المهم العمر قالت نجد الفاتجات مسوعات كل قلب يا شقا الصبر مع تنبه اسمع خرس العنيده وترجع طالعات من عوايد ذا وسام البطوله نكسبه بالعزوم الراهيه واليدين الطايلات من يجارينا بفعل المراجل ندعبه هذا فعل الربع بدون مجاملاتك حصان العارف لقينا عليه ملاحظات نجهره باسمه وندعيه حتى ينتبه العطى الطرق يسلم ينعم في الحياه وانت حدنا نحده والخده ندربه وانزبن اللي شكا الوقت من كل الجهات يتامل في ذرانا ويبشر بعجبه قالها اللي باسم قحطان صاغ المغردات بين تيار الحميه وصل في الموهبه مادي خناف تشينين شن سورابه تلون اللي يمير بن مزحم والشيخ بن هادي ارزف المهم العمر عودوا الرياجيل طال عمرك وعودوا ذا المستشرقين وقال وش حدكم منا يقولون للطراجي حقين التمر اللي يجونا من الوادي واللي يجونا من رانية واللي يجونا من طال عمرك شمال واللي يجونا قال من طرف انا اذا اللي مشيت من رانية لين جيتك هنا اياه في لي 11 يوم قال ذاك اللي جاي من صوب الوادي انا اللي من جيتك من اياه بالتمور وبالزبلان هما يقول محمد بن هادي هما يقول يركب طق الذراعين يجيبك الخد السماح بارتباعه يصرح من البلده يصرح من ايش يقول الظفره بلاد النسيبيين ما ادري ايش يقول عليها ارتياعه سند على الرجبان هم الخرامين ما ادري ايش يقول متاعه يا فاطري حني قصرون حول وداعين حني كل من توحاه راعه وحني نقصرون حول الخماسين وخصوص عبد الله الصبيه الوداعه يا فاطري اللي ثمنها 30 ولا مهاويه الجمل بندفاعه يا ما جينا نبرى لها مفوق بن شياهين ما ادري ايش يقول ما ادري ايش يقول لا ما ادري ايش يقول المهم ما ادري ايش يقول على الدين المهم الله كل شيء مخبر وكل شيء مبخوس قال انا اذا اللي جيتكم من الوادي من حوالي 12 يوم قال 12 يوم انت امشي قال من تلقى وش عندك يعني وش عندك وانت ضاريس ولا قال ابدا
صحراء محمية بضبيها ووحشها وكلها ومحددة من فلانه ما لين نعبر. قالوا انتم يا اللي جاي من العارض، قالوا حنا حجج ونستاذن من اللي طال عمرك من ادنى قحطان، واللي ذا يعنج على ذا طال عمرك ويعطينا طال عمرك علامه. الله الله لزموا عليه طال عمر المستشرجه وعودوا عقب ما خذوا لهم 12 و13 يوم. قالوا ما عاد احنا برايحين انتقص ونجد، لا فيه لا يا معودوا صوب جده يروحون لهم على السفينه، فكتبوا لهم ذاك المكتب اللي احنا ما جيناه يقولون انه في اسطنبول ما ادري وين هو فيه. قالوا ذا الشخص ذا اللي حكم العثمانيين ذا الحين والدول الترك ذالا اشغلوهم مثل العمر اللي من شمال، والجزيره ما فيها الا الشريف ماسكن الحجاز ولا ابن عريعر ماسكن الحسا ولا بن صباح على الكويت ولا وابن قرمله العمر مستبد في نجد عرضوا. لازموا عليه العمر عودوا. قالوا يا الشريف عينا عرب نقل من عربك، وعينا عرب معها حاجه لن تبقاويها يا الشريف، ولا بقاويها حجازك ولا بقاويتها الترك لو معها السلاح يطل العمر الابيض، يعني السلاح اللي غير الابيض، السلاح مثل المدرع ومثل القذايف. قالوا وش عينتوا؟ قال عين الريح اللي سموها الريح، اذا انت كسبت من الريح ذي ويبي لك 8 سنين عينا الريح، فانت اذا كسبت من الريح اللي لديهم فانت ان شاء الله بتنتصر عليهم وغيرها لا يطريك. لو هم بل 80 وتقابل الرجال ب1000 ما حلالك ذا وركبك وجيشك وخلقك وامتك ذي مهي مغريتك. اخذ من الريح ان كسبت انت وحنا كسبناها فإن طال عمرك عين ناس هنا ريح مكتسبين، هاي كنز مدهون عندهم. عين رجال ما له في الحكم حاجه، حكمه ما غير هابه، مرتع واضحه ومرتع ملحه، وذي يسبق وذي مهي بسبق. لا حط له مسجد ولا حط له قصر ولا حط له منبر ولا حط له حتى مثل الدقه. رجال ما عنده الحكم ذي واستقلال ذا والجيش يحسبونه العمر بيسوي مثل حايل ولا بيسوي مثل الحجاز ولا مثل العراق ولا لا. حين رجال ما غير ينشز البيوت في بعضها طال عمرك ويعرض ربعه ومسخرنا له هذه القبائل. لازمة الترك راحت على علمها وداروا ان ذا حاكم بدوي طال عمرك، وقالوا يا محمد عادهم يوم جو قالوا لو نزكيك يا محمد بن هادي الترك حتى يوم خذوا معه. قالوا الدولة العثمانية زكي الجزيرة من أولها. قالوا إذا حنا بنزكيك يا محمد بن هادي أقسم بالله العظيم هذا الكلام ذا موجود مدون. قالوا إذا حنا بنزكي قبائل قحطان التي بلغت ذربة سنام نجد في عصر محمد بن هادي، هم خابرين نبوه يعني في الدولة السعودية الثانية الأولى. قالوا القبائل قحطان لو حنا بنزكيها عقب ما يعني ما فرينا عليها وشفنا التي بلغت ذربة سنام نجد على عصر محمد بن هادي، فإنها فإن زكاها 6600 بعير، يعني 6600 بعير عن كم؟ عن 4 قبائل من القصيم على حايل لين تجي عرعر وتجي تبوك، عن 4 قبائل أو 5 قبائل، وهم بلجي حاضر. قال محمد بن هادي أنتم مسلمين وحنا على مسلمين والديانة وحدة. شوف رد محمد بن هادي، هذا اللي خلاه مثل عمري حتى يذلوه، بس إن الرجال ما له هدف إلا ذا الحين. أنتم على دين وحنا على دين وديننا واحد، إذا احتجتونا فإن حاضرين ما عصاهم، وإذا احتجنا لكم فأنتم على ما قال مصدر القوة من حجاز من عراق من الله. لازموا عليه الرجال كله بغوا يدخلون مع مدخل، ثم الرجال مسكر عليهم قال ديننا واحد وحنا مسلمين نعاون الثاني، لا بدوي ولا حضري لا عجمي ولا مو بعجمي. قالوا وش بتعاوننا به وبأي شيء؟ قال انت اللي انت شفت هذا اللي انت شفت ذا الحين من لك 12 يوم الخيل والجيش اللي انت شفت هذا لا ترى ما ظل بقى حطان. قال وشهم؟ قال هذول قدوات هذه بس الحمل اللي حقتي انا منا يلا نجران ومنا يلا لا تهامه. وفعلا صحيح. وال 6000 بعير 6600 بعير دي عن 5 قبائل طال عمركم من اكبر قبائل الجزيره العربيه ومدونه لذا الحال. عودوا الرجال مدونين كل شيء وماخذين العلوم يطلع عمره ويعلموا الشريف سلطان. لازم سلطان الشريف طال عمرك وعمر ما يسمع. عقب ما خذ له حل وارسل لمحمد بن هادي الحجاج يمروا من عند محمد بن هادي ما غير يحصيهم، لا هو ان شاء الله بياخذ عليهم.
الله الله. لازم عليه الرجال طال عمرك وارسل محمد بن هادي 8 بعارين محملة بالقوران، ومحملة طال عمرك بالسجاد، ومحملة بالعود الأزرق، ومحملة بالمسك، ومحملة بالحديث، ومحملة ويا منوخت عند محمد بن هادي. شوف العلم، العلم يجيب العلم. ثم لا طال عمرك ذا سلطان الشريف اللي عمه يطول العمر ذابحين يطول العمر على تين ومشيلين وفاله مقطع حكمهم الا بليه. لكن الترك والدول المسلمة اللي قبل الدول السعودية أهم عليها طال عمرك مكة والمدينة الحرمين الشريفين. لازم عليها الرجال طال عمرك واستقبلها وخلاها في ظهوره، نزلت من مطايها وخلت إلا القرآن يا طال عمر. قال علومكم عقب ما كرمهم كلهم من أهل الحجز، منهم واحد طال عمرك مرسول من الأشراف ومن القبائل اللي قال حنا يسلم عليك الشريف ومرسل عليك ذا الهداوي ويقول تفضل عندنا بحج ولا بعمره. قال لمني بغيت الحج والعمره فلاني بستاذن من الشريف. لو ان خاننا بتشرب من طاش البحر مو وراه حولنا مو وراه، لكن ماخذنا نقدم بفياضه وعشوبه. الحج والعمره ما احنا بنستاذن من الشريف، الشريف حفاظ. الله الله. قالوا هيا حنا نبيك تبادرنا بزياره، وحنا عقب ما ضيف من رجال وجا اليوم الثاني ما ادري الثالث، وحنا معنا وصيته من الشريف لك من راسك لراسه كمحبه وفيها تقدير وموده. قال وش هي؟ قال الشريف يسلم عليك ويقول نبي لنا حصانين من حصنك المسماه ولا حصن ربعك نشبيبها خاننا. حنا زي ما تقول اشراف دوله والله الله ونحب الخير لصايل. الله الله. ان شئت بقيمه وإن شئت يا محمد بن هادي بشيمة من عندك، بشيمة ولا بقيمة اللي ما هي عندك. الله الله. قال خير. محمد بن هادي ما هو بحرصنا على شيء. لازم عليه طال عمرك الرجال يوم جماعة عمرك كبار آل محمد ولي حادر اللي عنده. قال هذا العلم وهذا العلم، العلم عندك يا الأمير، العلم عندك يا الأمير، العلم عندك يا الأمير. في زل ذاك الرجال طال عمرك قال يطول عمر كان تعطيه حصان طال عمرك للي بيحج العمر. قال أنعم الله أبو ذا الشواربات يا ولد فلان اني والله ما خليتك في محل عمك اللي منك كثير وما قدرت له. قم تبي نعطي الشريف فلان ولا فلان انا طاردنا على بناتها الصبح. شوف تفكير محمد بن هادي وين راح. الله الله. لازم عليه محمد بن هادي طال عمرك وعود. قال شلوا بشوتكم وخيراتكم وعودكم وقرانكم، عندنا قران كان هياه، وسلموا لي على الشريف وهذه وصاه وهذا ذلول بدل الوصيه اللي جات ذلول النصيب ولا معه قصيده يراكم من عندنا من فوق هجهوج سواج مواد، يراكم من عندنا من فوق هجهوج سواج مواج بعيد مع الشاه ما فوق الا الكور والنطع وخروج وسففتين فوق وركه يهتزها اسبق من الدوانق بغبه الموج ملفاك سلطان زبون مخلاه. سلطان الشريف ملفاك سلطان زبون مخلاه. يا العبدري لا تكثر السوم بالغوج لو انسان طارينا الثمن كان بعناه. شفي عليه برده والغلب عوج ونحرب الحور مثاراه واللجلج المجمول من فوق الحين يعوج. من شح في عمره عسى الخير تطاه. نحدكم حد الجوازي عن الموج ونردكم رد البدن صوب مسناه. هذا اللي يقولون اشرك فيه. نحدكم حد الجوازي عن الموج ونردكم رد البدن صوب مسناه. هل سربه وندبرت هل سربه. شوف كيف وصف الخيل والعرب. نحدكم حد الجوازي عن الموج ونردكم رد البدن صوب مسناه. هل سربه وندبرت ركضها عوج ونقبل الشر ورا الحرار المغذاه. كم عند اللي تبكي على العم والزوج راح بروس رماحنا بالمثاراه. وانا جنودي كثر جوج وماجوج وحريبنا لو هو بعيد نصيناه. انا جنودي كثر جوج وماجوج وحريبنا لو هو بعيد نصيناه. حريبنا ما يملح الا المفلوج الناس ناموا عينهم قزاه. حريبنا ما يملح الليل مفلوج. حريبنا ما يملح الليل مفلوج. حريبنا ما يمرح الليل مفلوج. ما ادري شو يقول ما يمسب ليله وعينهم قزاه. وعدونا لو قطب الخيل بسروج لازم يخلي منزله لا نصيناه. هذا هرج ما يلوى عليه بهروج ولا يلوى على بعض ملواه. وقعت عند الشريف يطلع عمره ودرى الشريف ان الرجال بعيد مدى. شوف قال انا لا معطيهم علمه. قال يا عبد لا تكثر السم بالغوج لو كان طايرنا الثمن ثمن بعناه. شفي عليه برده والغلب عوج من حرب الحر مثاره واللجلج المجمول فوق الحين يعوج من شح في عمره عسى الخيل طاطاه. ما في ربع احد يشح في عمره. نحدكم شوف نحدكم حد الجوازي عن الموج مدن نجوم يطلع عمرهم تضرب الماء ونردكم رد البدن صوب مسناه. ناخذ منكم العافيه ونعطيكم اياها. هل سربه سربة الخيل لم نقبلت. هل سربه
واندبرت ركضها عوج. ما خلافها حياه، هل سربه واندبرت ركضها عوج، وانها قبلت شروال الحراره المغذاه مثل طعمك الشيهي الحرار. لازم عليه طال عمرك الرجال، طال عمرك وضحك انت يا الشريف. الله الله، قال ما بعد حبيت عدو الا محمد بن هادي بن قرمله. رد الشريف القصيده غير انه يقول جانا جواب معرب الجد معروج، جانا جواب يمنه يقول جانا جواب معرب الجد معروج، ومدري شو يقول له حنا تناساه. جانا جواب من ياخذ على هالنجد مخروج، من حل عنده في نجد نشاه. جانا جواب، شوف الشريف استقر، جانا جواب من ياخذ على هالنجد مخروج، من حل عنده في نجد بلد النشاه. وش عاد لو عين محمد على الغوج عند الطواله خيل تنهياه. وش عاد لو عين محمد على الغوج عند الطواله خيل تنهياه. يا اخوي والله يا مجبلني مع غيرنا طويله غير انه قال وان كان جنودك كثر جوج، ان كان جنودك كثر جوج وماجوج كفرت بالطاغوت. ايه لانه يقول انتم كما النجم، انتم كما سهيل له مطاليع وبروج، وحنا ليله البدر بالنص غطاه. شوف الشريف، انتم كما نجم سهيل له مطاليع وبروج، وحنا ليله النص بالبدر غطاه، وان كان جنودك كثر جوج وماجوج كفرت بالطاغوت وامنت بالله. نحن بنو قحطان هود جدنا، وجدادنا الغراز حول